تعرف يا عمر ان فرفرة جناح فراشة في البرازيل ممكن تعمل اعصار في ولاية تكساس؟ احنا دلوقتي في عصر الفوضى سنة 1961. عالم ارصاد اسمه ادوارد لورنتس. ادوارد كان قاعد على كمبيوتر من اللي هو بيطلع دخان ده وبيتنبأ الطقس عامل ايه النهارده. وهو بيدخل الارقام بدل ما يكتب 0.506.127 كتب 0.506 بس. ادوارد كان مفكر ان ال 127 مليون دول مالهمش لازمه. قال في نفسه يا عم هي جت على دول، يعني شال شويه ارقام ما تجيش في وزن فرفوته سكر. الراجل راح يعمل كوبايه قهوه زي دي كده بالظبط، بس مش زيها طبعا عشان ما فيش حد بيعمل قهوه زيي. ورجع لقى الكمبيوتر مطلع نتائج مرعبه. الكمبيوتر بدل ما يطلع ان الجو ربيعي طلع ان في اعصار. بدا يرسم النتائج دي، والمفاجاه هنا ان النتائج طلعت له على شكل جناح فراشه. وسال ادوارد السؤال المشهور بتاعه: هل جناح فراشه في البرازيل ممكن يعمل اعصار في تكساس؟ ومن هنا اتولدت نظريه الفوضى. والرياضيات طبعا بتقول كلمتها وبتقول لك ان اللي بيحصل ده عباره عن متسلسله هندسيه نتائجها مرعبه. المتسلسله هي مجموعه ارقام ماشيه ورا بعضها بنظام معين. نفترض ان حركه جناح الفراشه هي اول رقم في المتسلسله وهو 1، والقاعده بتاعه المتسلسله اللي ماشي عليها 2x، يعني بنضرب الرقم في اللي قبله، فبالتالي المتسلسله هتبقى 1 2 4 8 16 الى ما لا نهايه، لحد ما نوصل لرقم بمليارات الاصفار في وقت قياسي. وده اللي بنسميها محترم بالرياضه الاعتماد الحساس على الظروف الاوليه. لو اول رقم في المتسلسله اتغير من 1 ل1.1، نتائج المتسلسله كلها هتتغير وهتروح في 60 ده، هتديك نواتج بعيده تماما عن الحقيقه. الكون بتاعنا ماشي بمتسلسلات حسابيه وهندسيه معقده جدا. اي فرفوته بتتغير في البدايه بتبوظ المجموع النهائي. ولو مش مصدقنا انا والمتسلسلات، تعالى معايا نشوف فراشات التاريخ اللي غيرت حياتك وانت مش دريان. الفراشه الاولى يوم 28 يونيو سنه 1914. سواق ولي العهد النمسا كان سرحان ودخل شارع غلط بدل اللي المفروض يدخله. الشارع الغلط ده خلاه يبقى وش في وش مع الراجل اللي عاوز يغتال ولي عهد النمسا. الاغتيال ده كان اول رقم في المتسلسله بتاعتنا اللي ادت لنتيجه الحرب العالميه الاولى اللي مات بسببها 17 مليون انسان. تخيل يا محترم، 17 مليون انسان ماتوا علشان واحد دخله غلط. الفراشه الثانيه معانا هتلر سنه 1907 وسنه 1908 كان شخص سوي لسه قبل ما الدنيا تيجي عليه زي حضرتك كده. هتلر قدم لمدرسة الفنون مرتين، بس للأسف المدرس اللي قابل هتلر رسم هتلر ما عجبوش وقال إن الرسمة وحشة. وده كان أول رقم في المتسلسلة اللي خلت هتلر يبقى بطل الحرب العالمية الثانية اللي مات بسببها 60 مليون إنسان. تخيل 60 مليون إنسان يموتوا علشان واحد ما كانش فاطر حلو ولا كان شارب شاي على لبن، او مراته كانت منكده عليه. اوعك بقى ست الكل تنكد عليه لحسن يموت لنا 60 مليون بني ادم كمان. والاغرب من كده ان خريطه العالم دلوقتي ما كانش هيبقى فيها وجود لالمانيا اصلا اللي هي دوله عظمى. الفراشه الثالثه دي بقى مصريه شويه. تخيل محمد صلاح مثلا لو كان اتقبل في اختبارات طنطا، كان زمانه دلوقتي بيلعب في الدورات الرمضانيه. انا ما كانش هيتشتم مننا، بس كان زمانه بيلعب في الدورات الرمضانيه، ما كانش لا وصل لليفربول ولا مانشستر سيتي ولا الكلام ده. تاثير الفراشه يا محترم معناه انك اهم مما كنت تتخيل، حتى لو حاسس انك صفر على الشمال. المفاجاه بقى انك وانت بتتفرج عليا دلوقتي انت جزء من المتسلسله دي. قرارك انك تضحك في وش حد او حتى تساعد حد بمعلومه او تربي ابنك صح ممكن يكون هو الرقم الاول في المتسلسله اللي هتنقذ العالم بعد 100 سنه من كارثه محققه. الفايده الحقيقيه للرياضات هنا هي انها بتقول لك مفيش فعل تافه، انت محرك للكون، كلامك ليه تمن وسكوتك ليه تمن. تخيل لو قفلت الفيديو ده دلوقتي وما عملتش شير، يمكن المعلومه دي كانت هتوصل لشخص يكون هو الرقم الاول في المتسلسله اللي هتغير التاريخ. شفت بقى تاثير الفراشه وصل لفين؟ حتى صباعك وهو بيعمل لايك ممكن يغير التاريخ. عارفين ان الرياضيات مش بتتوقع بس الاعاصير، دي كمان بتقفش المزورين والحراميه بالملي. استنوا الخميس الجاي الساعه 8 عشان نعرف ازاي الارقام ما بتكذبش في حلقه قانون بلفور. سلام عليكم.